ننتقل إلى كلمة جديدة كما نرى على اللوحة، وهي كلمة أمن. أمن، مجيء كلمة أم مع كلمة من. هل كتبت أم لوحدها ومن لوحدها على الأصل؟ هما كلمتان أم من، أم كتبت أم من بهمزة وميم مشددة ونون من غير الميم الأولى كالكلمة الواحدة؟ قال الجزري رحمه الله: أمن أسس، يعني أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، في الآية 109 من سورة التوبة، فمقطوع. كيف عرفنا أنه مقطوع؟ من قوله في أول البيت: اقطعوا، اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين، ثم قال أمن أسس. نعم، إذن أمن أسس مقطوعة. البيت الذي بعده قال رحمه الله: فصلت، يعني إذن أمن في سورة فصلت أيضا مقطوعة، وهي قوله تعالى في الآية 40: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. أمن، فللقارئ إذا تعب أو ضاق نفسه أن يقول: أفمن يلقى في النار خير أم، وله أن يقول: أفمن يلقى في النار خير أم من. له أن يقف على أم، وله أن يقف على أمن. لما؟ لأنها كتبت مقطوعة. لو كتبت موصولة لما ساغ له الوقف إلا على الثاني، أمن. هذا بالنسبة لسورة فصلت. الموضع الذي بعده كما ذكر إمامنا الجزري وقال: فصلت النساء، وذلك في الآية 109 منها، قوله تعالى: أمن يكون عليهم وكيلا، أيضا كتبت مقطوعة. وذبح، الكلمة التي بعدها في البيت، إشارة إلى سورة الصافات قوله تعالى فيها: وفديناه بذبح عظيم. فهنا ذبح يعني إشارة إلى سورة الصافات، والمقصود الآية 11 منها، وهي قوله تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. فنلاحظ بأن أمن مقطوعة، أم لوحدها ومن لوحدها. بهذا يكون انتهى الكلام على أمن. إذن خلاصة الكلام في أمن أنها مقطوعة في 4 مواضع: أمن أسس في سورة التوبة، قيدها بكلمة أسس بعدها، وفصلت أمن يأتي آمنا يوم القيامة، والنساء، وسورة الذبح اللي هي سورة الصافات أمن خلقنا. هذه المواضع ال4 كتبت أم لوحدها ومن لوحدها، وما عدا ذلك في القرآن كتبت موصولة: أمن، همزة، ميم، نون، كالكلمة الواحدة.